كلنا عارفين ان حمض الهيلورونيك ليه فوائد رهيبة للبشرة. لما تيجي تستخدمي الهيلورونيك تكون بشرتك مندية شوية. الريتينول على قد ما هو ليه فوائد رهيبة على قد ما هو برضه ليه اضرار لو استخدمناه بقى. نفسه خطير، شفاف ومش دهني ولا بيلزق. هلو، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. اي حد بيشوف الفيديو ده دلوقتي ومش عامل سبسكرايب، اشتركوا في القناة وكمان فعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكوا اشعار اول ما نزل اي فيديو جديد. ريفيو النهاردة بقى عن سيلة الهيلورونيك أسيد والريتينول. في الأول خالص، ليه سيلة؟ لأنها براند مصرية يا جماعة. منتجاتها بقى حلوة ولا وحشة، ليها لازمة ولا ملهاش لازمة، ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. والناس اللي متابعاني عارفة إني مش بتكلم عن حاجة إلا لما بكون جربتها مدة كويسة جدا تخليني أقدر أحكم عليها وأقول لكم فعلا تستاهل التجربة ولا وفري فلوسك. المهم، خلينا في الأول نتكلم عن سيروم الهيلورونيك من سيلة. السيروم فيه هيلورونيك طبعا، وفيه فيتامين بي، وفيه كولاجين بحري. كلنا عارفين ان حمض الهيلورونيك ليه فوائد رهيبة للبشرة، ومهم يكون في روتينك خصوصا لو انتي فوق ال20 سنة. ومن اهم فوائد الهيلورونيك انه بيحتفظ بالترطيب في البشرة، وبالتالي بيقلل جدا من الخطوط الرفيعة. وحتى لو مفيش في بشرتك خطوط رفيعة فهو بيحميكي من انها تظهر لك في المستقبل. كمان الكولاجين البحري، وده بيعزز مرونة البشرة وبيحسن ملمسها، وكمان بيدي للبشرة مظهر شبابي اكتر. كمان فيتامين بي، وده بيعزز صحة البشرة وبيساعد في تجديد خلايا الجلد. قوام السيروم بقى نفسه خطير، شفاف ومش دهني ولا بيلزق وخفيف جدا، وكمان البشرة بتمتصه بسهولة قوي. من مميزات البرودكت كمان انه خالي من البارابين ومناسب لكل انواع البشرة، حتى البشرة الدهنية والبشرة الحساسة. هقول لكم طريقة الاستخدام وتقييمي انا الشخصي للسيروم ده. في الاول طبعا لازم تكون بشرتك نظيفة وتكوني غاسلة وشك كويس بالغسول المناسب لنوع بشرتك. في ناس بقى بيقولوا ايه، بيقولوا لما تيجي تستخدمي الهيالورونيك تكون بشرتك مندية شوية. يعني ايه؟ يعني مش جافة تماما، ما تكونيش منشفاها للاخر. انا لما جربت الطريقة دي طلع لي حبوب، فانا مش هقولك خلي بشرتك مندية لان كده كده بشرتك هتمتصه، خصوصا انك لسه غاسلة وشك وبشرتك مفيش عليها اي دهون ولا زيوت. فنشفي وشك كويس بالمنديل وبعدين حطي السيروم، وبعد ما البشرة تمتصه تماما حطي الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك، ولو خارجة بالنهار ما تنسيش طبعا الصن بلوك. بالنسبة بقى لتقييمي أنا الشخصي للبرودكت، لو هنقيم مثلا من 10 فأنا هديله 7 أو 8. كده حلو قوي. ليه؟ لأن في أجمد منه بس مقطع يا جماعة، فهو كويس هيعمل وظيفته عادي بس مش واو. يعني مثلا لو هتستخدمي مرطب تمام حلو قوي، لو هتستخدميه مثلا لخطوط رفيعة فهو مش هيفاجئك ومش هيعمل اللي هتكوني انتي متوقعة منه. تأثيره ضعيف جدا جدا ونتيجته مش ملحوظة. ده لو هتستخدميه بغرض ان هو يحسن من شكل الخطوط الرفيعة، فلا، في حاجات احسن بكتير. بالنسبة بقى للبلومبينج، انا ما لاحظتش منه اي بلومبينج خالص للبشرة، بس لو حد بيستخدمه ولاحظ ده ممكن يقولي في الكومنتات. بشكل عام البرودكت بيرطب البشرة حلو قوي وبيديها نضارة وبيخليها شكلها صحي وجلوبي اكتر. من خلال تجربتي ده بس اللي انا لاحظته، وما لاحظتش اكتر من كده. طيب انا بستخدم بالنهار الهايلورونيك، بالليل بقى بستخدم الريتينول برضو من سيلت. تعالوا بقى اقول لكم كل حاجة عن البرودكت بس ده. قبل ما نكمل الفيديو عايزة اقول لكم ان الفيديو اللي قبل ده على طول اتكلمت عن منتجين هم بجد من اهم المنتجات اللي انا استخدمتها وفرقوا معايا جدا في كل حاجة فعلا، في النضارة والحبوب واثار الحبوب والتصبغات. لازم تشوفوا الفيديو ده بجد، هتستفادوا منه قوي، وانا هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن وكمان هيطلع لكم دلوقتي من الاي. خلينا بقى دلوقتي نرجع للريتينول. لو هنيجي نتكلم عن الريتينول او نقول وظيفته الاساسية، هو بيشتغل على انه يقلل من علامات تقدم العمر او الخطوط الرفيعة، وكمان بيعالج الحبوب وبيعالج البثور وبيزيل الجلد الميت وبيحسن مرونة الجلد وبيساعد على تجديد خلايا الجلد. طيب ايه بقى اهم مكونات المنتج؟ طبعا الريتينول، في كمان فيتامين بي 3 وده بيقلل من التهابات البشرة وبيوحد لونها وبيقلل ظهور البقع والتصبغات. كمان في مستخلصات نباتية ودي بقى غنية بمضادات الأكسدة زي زيت الأرجان وفيتامين اي. التركيبة كمان فيها هيالورونيك وجليسرين عشان يعززوا ترطيب البشرة ويحموا البشرة من الجفاف. فيها كمان مواد مهدئة زي الكاموميل واللافندر، ودول بقى بيحموا البشرة من انها تتحسس او يحصل لها اي التهابات.
ولو بصينا على تركيبة المنتج بشكل عام هي كويسة جدا، فيها مضادات أكسدة ومهدئات للبشرة من التحسس والالتهاب. وده ليه بقى؟ لأن الريتينول على قد ما هو ليه فوائد رهيبة على قد ما هو برضه ليه أضرار لو استخدمناه غلط. ومن أول وأهم أضرار الريتينول إنه ممكن يسبب تحسس وتقشير للبشرة أو إنه يجفف الجلد وبالتالي يحصل له التهاب، فلازم تاخدي بالك جدا وانتي بتستخدميه. طيب تعملي ايه بقى؟ اولا لو لسه اول مره تستخدمي ريتينول، في براندات بيكون فيها تركيزات، هاتي اقل تركيز. لو هتجيبي سيلت يبقى افضل، لان تركيز الريتينول فيه مش قوي ومناسب كمان للبشره الحساسه. تاني حاجة بلاش تستخدمي ريتينول الصبح ولا تتعرضي بيه للشمس. تالت حاجة ما تصدميش بشرتك بالريتينول وتستخدميه كل يوم. أول ما تبدأي تستخدميه استخدميه بشكل تدريجي، يعني مرة كل 4 أيام وبعدين كل 3 أيام وهكذا لحد ما بشرتك تتعود عليه وتبقي بتستخدميه كل يوم مرة واحدة بس بالليل. حاجة تانية لازم تاخدي بالك منها، طول فترة الريتينول تجنبي استخدام المنتجات اللي بتقشر البشرة. طريقة الاستخدام بقى، او انا بستخدم الريتينول ازاي؟ طبعا لازم بشرتك تكون نظيفة ومغسولة وجافة، يعني تنشفي بشرتك كويس جدا وبعدين تحطي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. استني بشرتك تمتصه تماما وبعدين حطي ريتينول. وخلي بالك الكمية لازم تكون بسيطة، ما تكتريش ابدا، يعني كمية مناسبة لوشك كله. وتجنبي منطقة حول العين وحول الفم، وحطي بطريقة الطبطبة مش المسح، واستني بشرتك تمتصه تماما وبعدين حطي كريم مرطب تاني بعده. دي الطريقة اللي أنا بستخدمه بيها. في ناس مش بتحط كريم مرطب قبل الريتينول، بس أنا بشرتي حساسة. لو انتي عارفة ان بشرتك مش حساسة ممكن تحطي سيرم على طول على بشرتك وحطي كريم مرطب بعده. وخطوة الكريم المرطب بعد الريتينول مهمة جدا. لو هقيم السيرم من 10 هديله 8. أنا بصراحة حبيته وحبيت الإفكت اللي بيسيبه على كمان البشرة. هو بيعمل نضارة كده حلوة قوي هتلاحظيها بعد أول استخدام. كمان هو فعلا بيقلل من آثار الحبوب جدا وبيفتحها. overall أنا حبيته. وباختصار المنتجين كويسين، هتلاقي منهم نتيجة، وبالنسبة لأسعارهم هم دايما بيكون عليهم اوفرز، هتسيهم في عرض أحسن. عايزة أقول لكم بس المشكلة الوحيدة بالنسبة لي في أي منتج مهما كان جامد الباكجينج. مش بحب الدروبر يا جماعه، والبامب بالنسبه لي احسن بكتير، لاننا مش بنكون مضطرين ان احنا نفتح المنتج كل شويه وبالتالي يدخل له هواء ويأكسد مع الوقت. فدي بالنسبه لي ممكن تكون المشكله الوحيده. بس الدروبر زي ما هي فيها عيب، هي فيها ميزه ان انت بتقدري تخلصي المنتج لحد اخر نقطه فيه غير البامب، واللي جرب الاتنين هيبقى عارف الفرق كويس. بس يا جماعة انا كده قلت كل حاجة عن المنتجين. لو نسيت اي حاجة بقى او انتوا عايزين تسألوا عن اي حاجة تانية اكتبولي تحت في الكومنتات وانا برد على كل الاسئلة. ويا رب تكونوا استفدتوا وما كنتش طولت عليكم في الفيديو ده. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان لو لسه ما اشتركتوش في القناة لحد دلوقتي اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. ما تنسوش كمان تعملوا شير للفيديو مع صحابكم. وبس كده، باي باي.